ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده هنعمل الكرواسون الترند القالب الدنيا. في حاجه بسيطه خالص من غير القوالب اللي احنا بنشوفها دي، هنعملها في قوالب الكب كيك وهتطلع زي الفل. يلا بينا نشوف المقادير. ده معايا معلقه لبن بودره، ومعايا هنا نص كيلو دقيق. تمام، احنا مش هنصعب علينا اي حاجة، احنا هنسهل علينا الموضوع خالص. ومعايا معلقتين سكر صغيرين، احنا مش عايزينه مسكر لان هو ينفع حلو وينفع حادق، وكمان هيبقى مليان اصلا شوكولاتة، فبالتالي مش هتحتاج السكر كتير. ومعايا 10 جرام خميرة. كل المقادير دي هكتبها لك في صندوق الوصف. ومعايا ربع زيت. ربع الزيت ده هيخليه بعد السوا حاجة تانية خالص، هتشوفيه بعد كده عامل ازاي. تمام، وهحط بقى الخميرة على الزيت، وهنحط مع يعني حبة سكر كده صغيرين ان هم ينشطوا الخميرة خارج المقادير، وهغطيها بستريتش عشان خاطر يمنع اي دخول او خروج هوا. تمام، وتعمل تفاعل على طول، واعجن بيها العجين بتاعي. حطي لايك على ما تتفاعل. تمام، هنا تفاعلت. شايفين الرغوة البيضة اللي على الوش دي؟ وهتلاقوا اصلا يعني بصوا نص الكوباية نصها من تحت كده ابيض ومن فوق كده رغاوي. كده هي تفعلت. انا هعمل ايه؟ هقلب كده في الدقيق، ادخله شويه هوا. ده دقيق منخول كويس قوي، ده دقيق حلويات مش معجنات، حلويات. تمام، نقلب كده. هو ما منخول، بس ايه، هنديله ايه يعني لفتين تاني بالمعلقه. تمام، وانا حطيت كمان معلقه بيكنج باودر بس ما وريتها يعني نسيت اوريها لكم. وهنحط ايه رشه ملح، ونقلب الدقيق كويس قوي. هتحطي رشه الملح على الدقيق، قلبي كويس جدا جدا جدا. تمام، عشان رشة الملح لو ما اتقلبتش كويس جدا في الدقيق هتيجي في ناحية واحدة بس. لما تيجي تاكلي بقى المعجنات هتلاقي ان الملح في ناحية واحدة بس، وممكن يجي في لقمة واحدة بس وانتي بتاكليها، مش هتبقى لطيفة خالص. هننزل بقى بسم الله بالخميرة. خميرة اللي خمرانة في الزيت والسكر وشوية ايه لبن. احنا معانا كوباية لبن واحدة وربع زيت. وهنقلب نقلب كده لحد ما ايه، نشوف هتحتاج ايه معانا الكوبايه كلها ولا. اللبن ده يا جماعه في اي وصفه على قد ما هي تحتاج معانا. هي العجينه دي هتبقى ملزقه شويه، مش هتبقى عجينه متماسكه. هي انا احتاجت مني معلقتين كبار لبن تاني من دول، انا حطيتهم خلاص. بصوا هنا بقى ايدي عامله ازاي، كلها تلزيق وكلها عجين وحوار جامد جدا جدا. هي العجينه بتبقى ملزقه كده، ما تزوديش ليها دقيق. انت هتفضلي تعجني فيها تعجني فيها لحد ما كل التلزيق اللي في ايدك دوت يروح. تمام، حطها على رخامه نضيفه طبعا ممسوحه بالخل، وهفضل اعجن فيها. بصوا بتلزق بس ما يعني مش ماسكه في الرخامه. كل العجين ده لما يطلع من ايدي كده هعرف ان العجينه خلاص تمام التمام في العجن. تمام، هوريكم انا ده طبعا بعجن العجين كالمعتاد. شايفين؟ بفرده والمه افرده والمه. انا كده بخلي العجين يعني حوار. تمام، وبجد انا كنت مستصعبه الموضوع قوي بتاع الكروسون اللي طلع ترند دوت. والله طلع سهل جدا، وانا سهلت يعني سهلت الموضوع عليا خالص خالص يعني. عاملاه في قوالب الكب كيك، مش لازم احكم نفسي بحاجه، الموجود عندي اشتغل بيه وهيطلع معايا احسن حاجه في الدنيا. ما تعقديش نفسك واشتغلي باللي عندك، والله بجد هيطلع احسن حاجه في الدنيا. تمام، ادينا بنعجن، هنفضل نعجن حبه حلوين قوي فيها لحد ما العجين اللي في ايدي كله يروح. وهي العجينة بتبقى عاملة زي اللبانة بالظبط، طرية كده وجميلة وملمس فظيع. شايفين ايدي بقت عاملة ازاي؟ شايفين؟ بصوا ملمسها، شايفين؟ جميلة ما شاء الله عليها، جميلة. بحب انا قوي العجن كده والعجين وملمس العجين في ايدي، وبحب ريحته في البيت قوي بجد. بتديني كده ريحة حلوة، ريحة خير كده في البيت يا جماعة. انا كده شايفين العجينة عاملة ازاي؟ شايفين؟ عمالة يعني فرحانة بيها. بصوا ما بتطلعش في ايدي خالص، بتلزق ما بتطلعش في ايدي. والرخامة معلهاش نقطة ولا زيت ولا نقطة دقيق. انا هغطيها دلوقتي تخمر. تمام، حطها ساعة تخمر. بعد ما خمرت حطها في
احط عليها يعني فوطة مطبخ نضيفة كده عشان يساعد معايا على الخمر. تمام، احطها هي ساعة واحدة تخمر. تمام، اي عجين اديله كده راحته في الاول عشان يخمر معاكي حلو. على ما يخمر حطي اللايك بتاعك. هنا خمر معايا العجين، هنفتح ونشوف. تمام، ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الاول ما كانش مالي الحله بتاعتي، شايفين لما قعد الساعه خمر بقى زي الفل ازاي، ما شاء الله عليه. ننزل بقى الخمر ده كله، اكتر حركه بعشقها وبستناها في حياتي وانا بقى ايه بعمل المعجنات، لحظه ما انزل الخمر كميه طراوه تحت ايدي فظيعه فظيعه. شايفين العجينه زي اللبانه، طبعا هي طريه جدا جدا جدا، دلوقتي مش هينفع اشتغل بيها. هنجيب كيس تلاجة نضيف. تمام، ونحط فيه العجينه ونحطها في التلاجة. تمام، او الفريزر. انا بصراحه كنت بحطها في الفريزر نص ساعه نص ساعه، يعني لكل الخطوات الجايه. هنا كده معايا هي خرجت من الفريزر بعد ما حطيتها نص ساعه من الفريزر. شايفين شكل العجينه بقى متماسك ازاي، هي مسكت نفسها وبقت حاجه جميله قوي من درجه طبعا الحراره. تمام، شايفين بجد التلاجة يعني هتبقى معاكي منجزة اوي في الموضوع دوت. بس انا بصراحة عشان انجز اكتر حطيتها في الفريزر نص ساعة نص ساعة. تمام، الفريزر انجز معايا اكتر. تمام، هفرد بقى العجينة. بصوا شايفين انا فردة العجينة على الرخامة من غير ولا دقيق على الرخامة، ومن غير ولا حتى زيت على الرخامة، هي عشان خاطر ماسكة نفسها في الفريزر فما لزقتش في الرخامة. ومعايا هنا كوباية زبدة انا مدوباها. احنا معانا العجينة خارجة من الفريزر والزبدة يدوبك دابت طبعا وهدت على الرخامة، فبالتالي على ما حطيتها على العجينة وهي ساقعة قوي كده الزبدة على طول جمدت، لان هي زبدة صافي من غير زيت، فبالتالي هتجمد معاكي على طول جدا. تمام، قفلت بقى الجناب كلها عشان الزبدة ما تخرجش، وهي بالتالي اصلا مش هتخرج لان هي فعلا جمدت على العجينة على طول. الجو بصراحة مساعد الكروسو ده قوي، درجة التبريد اللي خدها في التلاجة، والجو كمان حلو جميل يعني مش حر. تمام، الزبدة هنا بصوا شايفين انا حطيت اول مرة قفلت الجناب كويس اوي فردتها، وادي تاني مرة. شايفين تاخدوا بالكم ما بقاش فيه الزبدة بتعمل علامات على طول في الفرشة جمدت. وهنا نفس الكلام برضو هنقفل الجناب. شايفين هنا بقى ايه يعتبر يعني زي هنرولها كده، بس مش يعني مش الرول اللي هو رفيع. تمام، وبين كل لفة ولفة هندهن ايه زبدة. دهنة الزبدة دي هي اللي بتورقها. انا مش عايزاكي تصعبي على نفسك حاجة، عايزاكي تسهلي على نفسك المواضيع، مفيش حاجة صعب. تمام، برضو نفس الكلام هنحطها ايه في الفريزر تاني نص ساعة تجمد معايا. اي نعم هتبقى بقى وهي خارجة هتبقى شديدة قوي وهتضايقك في الفرد، بس معلش هي لازم تتحط في الفريزر. تمام، هنا كده خرجت معايا من الفريزر اهي. شايفين جامدة ازاي وجميلة، على فكرة جميلة جدا والله بجد جميلة، عجينة لذيذة. نفرد بقى على قد ما نقدر. بس انا بفرد بايدي الاتنين عشان طبعا الزبدة جمدت قوي، دي الزبدة يا جماعة احنا بنتعامل مع زبدة. تمام، جمدت قوي يعني معايا، بس الحمد لله كنت يعني على قد ما اقدر فردتها. شايفين اتفردت وبقت زي الفل. بصوا ملزقتش خالص في الرخامة، وما احتجتش لرشة دقيق ولا دهنة زيت والله العظيم، يعني ما هي بكل اللي انتوا شايفينه هو اللي انا عملته. كده هبتدي بقى اقطع بالطول سكينة، قطع البيتزا اللي تحبيه قطعتها بالطول. وايه شفت كده مقاس الكب كيك هيبقى تمام ولا لا، وفرشتله ورق ايه زبدة اللي هو ورق الكب كيك ده، عشان بس ايه خفت عليه يلزق في الصاج ده او يتلسع، لان انتوا عارفين ان السجان دي بتبقى خفيفة قوي، فحبيت ان انا احط له ايه ورقة الكب كيك دي من تحت. وبقيت اقسم كده عشان ما يبقاش ايه كبير قوي وعالي، وانا مش عايزاه عالي قوي، انا عايزاه يبقى ممسوح كده وشكله لطيف، يعني ما يبقاش عالي قوي. تمام، احنا عايزين حاجة ممسوحة من فوق كده زي المسطرة، مش عايزينها ليها يعني بزابيس كده طالعة. تمام، شايفين قطع ورول وبقسم الواحدة اتنين.
الموضوع سهل مش صعب خالص خالص. وانتي بتقطعي هتشوفي قد ايه هي عملت رقات وجميلة قوي، هتشوفي قد ايه هي مورقة وتحفة. بمكونات بسيطة بقى واللي عندك في البيت، ما تصعبيش الدنيا عليكي. مش هوقف عمايل الوصفة عشان خاطر ما عنديش القوالب بتاعتها او ما عنديش اللي انا شفته مثلا بيتعمل فيها، لا مش هوقف الوصفة، هتتعمل الوصفة. تعمل الوصفة لازم يبقى عندي اصرار كده واشوف الدنيا ايه. انا هنا كده رصيت كل الكرواسون في قوالب الكب كيكه اهيت، وهجيب ورق زبدة افرشه فيها. تمام. ورقة الزبدة اتقطعت مني غلط فهقطع حتة تاني عشان اغطي كل الوش بتاع الكرواسون اللي باين معايا. وهجيب صينية اكبر، دي طلعت صغيرة، جيب صينية اكبر كمان. تمام. لازم يبقى فيه تقل فوقيه، لان انتوا عارفين اي حاجة بتخمر بتعلى وشكلها من فوق طبعا بيتغير، وانا مش عايزة شكلها من فوق يتغير، انا عايزاها يعني متسوية جامد جدا جدا. تمام. هسيبها بقى ايه ربع ساعة بالظبط تهدى. تمام. ادخلها على فرن مسبق التسخين، يعني يكون سخن جدا على درجة حرارة 180. انا دخلتها في الفرن وخرجت اهي. برضو لما دخلتها الفرن خليت ورقة الزبدة زي ما هي، وحطيتها الصينية اللي كانت فوقيها هي وحطيت فوقيها كمان قالب بايركس عشان ما يعلاش معايا. تمام. بصوا شايفين يعني ادانا الشكل اللي احنا عايزينه. تمام. مش هنوقف نفسنا، مفيش حاجة هتوقفنا ابدا. هنا لسه خارجة من الفرن وسخنة، انتوا شايفين طبعا البخار بتاعها طالع ازاي. بصوا كريسبي اوي 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 من بره، وهشة جدا 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 من جوه. هو ده المطلوب، هو ده الكرواسون الترند المظبوط. بجد بجد هو ده المطلوب. شايفين هشة ازاي من جوه، قطنية اوي من جوه، وشايفين قد ايه هي. بصوا شايفين القرمشة من بره، شايفين حاجة يعني تاخد القلب كده والعقل معاها، حاجة خرافية. دلوقتي انا حطيت في الكيس الحلواني بتاعي صوص شوكولاتة، جناش شوكولاتة اللي تحبيه، نوتيلا، ايا كان اللي تحبيه. وحشيت واحدة الاول وبعد كده هكمل الباقي. تمام. هشيل كده ورق الزبدة من عليه، شايفين شكله من تحت ومن فوق عامل ازاي. والله بجد تحفة يا جماعة. مفيش حاجة توقفنا، مفيش حاجة تعقدنا، احنا هنشتغل باللي موجود وهنطلع احسن حاجة في الدنيا، بجد هنطلع احسن حاجة في الدنيا. شايفين انا كده حطيت شوية صوص شوكليت فيها من جوه ومن بره بالقمة اللي شفتوه معايا. بصوا من جوه بقى لما كانت محشية بيه، شايفين الحلاوة، شايفين الجمال. حاجة يعني بتتكلم عن نفسها بجد. يعني مش قادرة اوصف لكم جمالها كان قد ايه. عايزة اقول لكم ان الطبق ده يا جماعة خلص، والله خلص من حلاوته، خلص. عجب الاولاد جدا جدا جدا، وانا الاولاد عندي ما بياكلوش اي حاجه كده وخلاص، لا اذا كانش طعمها حلو ابدا ما يمدوا ايدهم عليها. تمام. انا هنا حطيت له بقى شويه نوتيلا كمان كده على الوش، من الوش بس، ما حطيتش من جوه ومن بره. وده كان بقى معانا الكرواسون الترند اللي طالع اللي قالب الدنيا. حبيت اعمله معاكم واجربه معاكم، طلع احسن حاجه في الدنيا وعجب الاولاد جدا 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 جدا. وانتي كمان لو عجبتك وصفتي وطريقتي يا ريت تعمليلي لايك وشير وتقوليلي رايك في التعليقات. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم كانت خفيفه عليكم. مش برضك هقول لكم تاني ما توقفيش نفسك على حاجه، مفيش حاجه هتوقفنا ابدا. الحاجه اللي هتعجبنا هنعملها سواء كان عندنا القوالب بتاعتها او ما عندناش القوالب بتاعتها، هنصرف نفسنا باللي موجود. تنسنيش باللايك والشير، وسلام.